تعالى اوريكم ازاي تعملوا احلى رز بالكبد والقوانص دايت فيه 50 جرام بروتين ومش هيكلفكوا 40 جنيه على بعض، وطعمه ايه في قلب قلبك. اول حاجه هنيجي في طاسه سخنه وننزل فيها ب 100 جرام قوانص، ومش هنضيف معاهم اي دهون ولا اي زيوت، هنعتمد على الدهون اللي بتبقى موجوده في القوانص. واول ما القوانص تنزل الدهون بتاعتها هنقوم نازلين عليهم ببصله مبشوره كده ونديهم رشه ملح ورشه فلفل اسود ونقلبهم مع بعض. واول ما القوانص تتشوح مع البصله نقوم نازلين عليهم ب 100 جرام كبد فراخ كده وبعد كده هننزل عليهم بشويه بهارات مشكله، لو مش موجوده حط اي بهارات عندك، بس اهم مكون تحط معلقه قرفه مهمه جدا. وبعدين تقوم ضايف عليهم معلقه صويا صوص صغيره ونديهم تقليبه مع بعض. وبعدين ننزل عليهم بالرز بتاعنا بعد ما غسلناه كويس كده وكميه الرز على حسب احتياجك. انا خدت 150 جرام رز بعد السوا، نقلبهم مع بعض كده وننزل عليهم بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، وطبعا المعالق دي صغيره، ونديهم تقليبه مع بعض كده وبعد كده اهم حاجه ننزل عليهم بميه بتغلي من الكاتل كده برضو لغايه لما تغطي الرز والكبد والقوانص. وبعد كده نغطي الكبد والقوانص ونوطي عليهم ونسيبهم يستووا براحتهم وبألف هنا. وما تنسوش تتابعوني بقى، لان حرفيا اللي مش متابعني فاتوا كتير اوي في الدايت ومش في الدايت. والسلام عليكم.